عندي الزراعه اللي بتتكيف مع المناخ اسمها ايه يا نمار؟ زراعه ذكيه مناخيه. زراعه ايه؟ ذكيه. يعني ايه ذكيه؟ يعني انا اقدر بفهم كده وبحرفه ان انا ازرع المحصول ده ويتكيف مع المناخ بتاعي، سواء المحصول ده في شتاء او في الصيف، ما بيهمنيش بقى انا زرعاه في اي فصل، المهم ان هو بيطلع في اي فصل لان بيتغير بيتكيف مع التغير الايه؟ المناخ. طب مين اللي مستخدم الزراعه الذكيه دي اكتر؟ 3: مصر وغانا ومالي. تاني: مصر وغانا ومالي. مصر وغانا ومالي فيها زراعه ذكيه. يبقى الزراعه الذكيه فين؟ مصر وغانا ومالي، 3 دول: مصر وغانا ومالي زراعه ذكيه. طب بيقول لي هنا ان انا عندي لما اجي اتكلم على المناخ بتاعي، قلت كل ما المناخ بتاعي ببقى مظبطاه مع المحصول بتاعي، المحصول بيعمل ايه؟ بيطلع والدنيا بتبقى تمام. كل ده عشان اعمل ايه؟ احقق امن غذائي. يعني ايه امن غذائي؟ يعني ما يحصلش مجاعه عندي في البلد، يعني كل حاجه تبقى موجوده عندي طول السنه، مفيش سنه عندي مقطوع فيها محصول معين. يبقى انا عندي لما المحصول يكون موجود طول السنه يا ده اسمه ايه؟ تحقيق امن غذائي. امن غذائي يعني مفيش ايه؟ مفيش مجاعه في البلد. مفيش ايه؟ مفيش مجاعه في البلد. يبقى انا عندي هنا بيقول لي ان انا بعمل الزراعه الذكيه دي عشان احقق الامن الغذائي واتكيف مع المناخ. حلو. طب بيقول لي هنا لو انا جيت اشوف مساحه الاراضي الزراعيه في افريقيا قد ايه؟ قال لي الخمس. يبقى خمس اراضي زراعيه فين؟ في افريقيا. طب هي كام على العالم؟ المرتبه الثالثه. طب مين الاولى؟ هاخدها بترتيب القارات، الاولى لاسيا وبعدين اوروبا وثالث واحده افريقيا. يبقى اسيا، اوروبا، افريقيا، ثالث واحده فين؟ في الزراعه. يبقى خمس اراضي زراعيه وثالث واحده في الزراعه. خمس اراضي زراعيه وثالث واحده في الزراعه. الزراعه ايه؟ عالميه، يعني على العالم كله. تمام كده؟ طيب لو انا جيت اتكلم دلوقتي عن الاماكن اللي بيبقى فيها الزراعه، عندي اماكن فين؟ عندي 3: سهول ساحليه وسهول فيضيه ومناطق بركانيه. تاني: ساحليه، فيضيه، حبوب غذائيه، ودرنيه، منبهات، ونقديه. اخد واحده واحده وافسرها كده وافهم. يعني ايه حبوب؟ يعني عباره عن حب. اكتر حاجه عباره عن حب الذره. طب الذره ده قال لي غذاء الانسان والحيوان. الحيوان بياكل ذره ناشفه والانسان بياكل ذره اللي هو اول ما بيطلع وبعمله قمح، باخد منه ايه؟ باخد منه طين. طب عندي هنا يبقى الذره غذاء لمين؟ للانسان والحيوان. بزرع منه قد ايه؟ النص. يبقى تاني: الذره غذاء للانسان والحيوان، بزرع منه النص كمان. تاني: غذاء للانسان والحيوان، بزرع منه النص كمان. ادي الحبوب الغذائيه خلصت. تعالى في الدرنيه. الدرنيه حاجه اسمها يام وكثافه. يام وكثافه. الكثافه شبه البطاطا واليام شبه البطاطس كده، تمام؟ في اللون من بره. طب عندي اليام والكثافه دول محاصيل ايه؟ درنيه. اسمها ايه؟ درنيه. يبقى يام وكثافه محاصيل درنيه. يام وكثافه محاصيل درنيه. طب قال لي عندي هنا الكثافه بزرع منها الثلثين واليام 98%. يبقى تاني: الثلثين كثافه و98% يام. الثلثين كثافه و98% يام. تاني: الثلثين كثافه شبه البطاطس واليام 98%. تاني: الثلثين كثافه و98% يام. انما الذره يا مروان النص. الذره النص. خلي بالك من النسب. يبقى الثلثين ايه؟ كثافه واليام 98%. والكثافه واليام محاصيل درنيه. الكثافه واليام محاصيل درنيه. طب تعالوا في المحاصيل منبهات، حاجه باخدها عشان افوق: كاكاو وبن وشاي. كاكاو وبن وشاي. يبقى محاصيل منبهات كاكاو وبن وشاي. بص على الملك ازاي. الشاي عندي فيه شين، صح؟ يبقى الشاي في الشرق وافريقيا بتعمل منه العشر، يبقى اي حاجه فيها شين تبع الشاي. الشاي في الشرق وبتنتج منه عشر. بحب ننتج كتير من محاصيل المنبهات. طب نيجي للمحاصيل النقديه. نقديه يعني ايه؟ يعني بتجيب لي فلوس. برافو. فانا بجيب اعمل قطن ومطاط عشان اجيب منهم فلوس، لاني بصدرهم وبجيب منهم نقد اجنبي، يعني فلوس اجنبيه وعملات اجنبيه. يبقى انا عندي مين المحاصيل النقديه اللي هجيب منها فلوس يا ادم؟ 2: قطن ومطاط. القطن هستخدمه في ايه؟ في المنسوجات، في اللبس. والمطاط بيدخل في الاطار بتاع الطيارات والسيارات، يعني العجل بتاع السيارات او الطيارات. يبقى تاني: القطن في المنسوجات والمطاط اطارات سيارات وطيارات. تاني: القطن منسوجات والمطاط اطار طيارات وسيارات. المطاط والقطن الاثنين باخد منهم نقد اجنبي. باخد منهم ايه؟ نقد اجنبي. فيها مشكله كده؟ طيب القطن ده لو جيت اشهر بلد في القطن مصر والسودان، فيها قطن طويل التيله، يعني القطن بتاعهم نظيف جدا. تاني: يبقى مصر والسودان فيها قطن طويل بسبب درجه الحراره طبعا والميه المتوفره على طول. وعندي لو قلت لك مين اللي بيدخل
بيدخل في اطار السيارات والطيارات؟ المطاط، برافو. طب مين اللي بيدخل في المنسوجات؟ القطن. مين اللي من المنبهات؟ كاكاو وبن والشاي. مين اللي بتنتج منه العشر؟ شيل مع شاي. خد كمان واحده عشر الانتاج هتبقى المطاط. يبقى لو جه قال لي ايه التشابه في كميه الانتاج بين المطاط والشاي؟ افريقيا تنتج منهم العشر. يبقى العشر من مين؟ من المطاط والشاي. عشر الانتاج من المطاط والشاي. في مشكله حد كده؟ تمام؟ طب اجي اخر حاجه بيقول لي ايه المشكلات اللي ممكن تقابل الاراضي الزراعيه بتاعتي؟ حاجتين عكس بعض، لو حصل جفاف يحصل مشكله، ولو حصل فيضان يحصل مشكله. يعني ايه جفاف يا فرح؟ يعني الميه تقل. طب الميه لما تقل الاراضي الزراعيه هتقل. طب نيجي للفيضان، يعني ايه فيضان؟ يعني الميه تكتر بس بتزيد بغباء، يعني بتبقى بتزيد بتبهدل ايه؟ الاراضي الزراعيه. طب لما تبهدل الاراضي الزراعيه لو انا عندي انتاج هيقل، يبقى الفيضان بيقلل الانتاج والجفاف بيقلل مساحه الاراضي الزراعيه، يبقى الاثنين بيضروا